السلام عليكم، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مبروك علينا هذا الشهر، والله يدخل علينا سيدنا رمضان باحسن الاحوال ان شاء الله، وبالصحه والسلامه، وباش ما كنتمنى والله يجعلنا من العباد ديالو الصالحين. هنايا كما كتشوفوا فطرت غير بوحدي، لان المهم راجلي ما تيفطرش معايا غالبا. وإسراء حتى هي ما كتفطرش معايا، هما كيخرجوا بكري، أنا المهم ما كنفطرش بكري حتى كنخرج إسراء نصيفطها في الترونسبور. ومهم كنطيب ليها الغديوه ديالها والفطير ديالها باش تديه مع المدرسه، وعاد نفطر انا حتى لديك 11 10، واخا كنكون فايقه بكري. المهم ما كنفيقش دائما بكري باش ما نكذبش عليكم، غالبا كنصيفط بنتي للمدرسه، كتكون عندي الدار ديجا مجموعه في الليل. حيت انا من داك النوع، المهم بزاف ديال الناس غيكونوا بحالي. كان بحال هكا لا توسخات شي حاجه كنحاول نحيدها بالليل، بحال هكا المهم شي حاشاكم شي زبل طايح في الارض كيتمسح شي، المهم ما كنخليش الروينه تجمع عليا. فهمتوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم؟ بحال هكا يعني واخا نكون مثلا ما فقتش بكري، تقدري تجي عندي يبان لك راني فقت بكري وجامعه. فهمتوا؟ واخا انا راني غالبا ما كنفيقش بكري، كنصيفط بنتي للمدرسه، كتبقى عندي الدار غالبا مجموعه، يعني غير بيت النعاس اللي كيكون يعني مرون حيت كتكوني ناعسه فيه. واصلا فاش كتنوض يعني بنتي تمشي للمدرسه كنجمع لها فراشة، يعني كتبقى الدار مجموعه، يعني واخا نكون صابحه ناعسه كتكون داري مجموعه. هاد النهار هذا الصراحه ما رجعتش النعاس، هاد النهار اللي صوبت فيه الغرس ما رجعتش. صافي بقيت فايقه. وكيف قلت لكم يعني بانت لي فهاد الغريسات هادو شحال هادي ما بقيت صايبت الغرس، راه ما كنتش حطيت معكم واحد الفيديو شحال هادي، راه تقلبوا في القناه غادي تلقاوه. ما بقيتش الصراحه ديتها فهاد الغرس، ما زعما ديك كنسقيوه وكنحيدو منه هكا شي حاجه راه طايحه فيه، ولكن ماشي بحال هكا، يعني شي حاجه اللي كتبقى ديه مزيان. فهمتوني؟ المهم هنايا راه كيما شفتوا هاد الغريسات هادو كانوا عندي في هادوك لي بول بحال داك الكحل راه هو اللي محطوط تما، وهو اللي كان يعني كانوا فيهم، دابا راه عليه عام وهما عندي، وزعما ما حيدتهمش من هادوك لي بو ديالهم، لان اصلا راكم عارفين الوقت. المهم انا وليت كنحس براسي ما بقاش عندي الوقت، واش عي انا ولا حتى نتوما. الوقت ولا مدروك سبحان الله، يلا كتنوضي كتجمعي كديري ما تاكلي صافي النهار مشى. اقسم بالله الا لا اله الا الله ما بقاش الوقت نهائيا. ولا انا ما عرفتش حيت عندي التربيه ولا ما عرفتش، المهم واش نتوما ولا غير انا. المهم هنايا راه كانوا هاد الغريسات هما اللي حاطه في البالكون. هادو بانوا لي كبروا على دوك لي بو، حيدتهم من هادوك لي بو الصغار ودرتهم في هادوك لي بو الكبار. وصراحه حتى هادوك اللي عندي حدا الباب هملتهم بزاف مؤخرا، ما بقيتش يعني ما بقيتش كنقادهم. ودابا منين خملت الصراحه الدار خملتها ما شاء الله كامله. خملتها في الشهر ديال قبل من شعبان، ما بغيتش نخمل في شعبان، لان المهم انا بالنسبه ليا زعما في هذا العام هذا مولفه زعما كنخمل فيه في العيمان الاخرين، هذا العام ما بغيتش نخمل في شعبان، قلت هذا الشهر ماشي ديال بحال كنخملوا هذا. المهم هذا الشهر هذا ديال نصدقوا على والدينا اللي ميت ليه شي واحد، على ماما الله يرحمها. ومهم يا ماما الله يرحمها، ما بابا الله يطول في عمره. المهم يعني ما بغيتش نخمل في هذا الشهر، يعني خملت في الشهر اللي فات وحيدت عليا الروينه كامله، بقاو لي غير الغريسات. قلت علاش لا ما نوضش ليهم شي نوضه هكا. وكما كتشوفوا يعني قاديتهم مزيان. المهم نتمنى يعجبوكم. الصراحه راه ما نقولش لكم واحد السعاده كتحسي بها وانتي كتصايبي في هاد الغريسات، بالنسبه لي انا زعما وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الغرس راه لا توصف. والله العظيم واخا راه الصراحه شدوا لي الوقت، راه شي 4 السوايع وانا كنصاوب فيهم. كيف قلت لكم راه غير صيفطت بنتي للمدرسه، طيبت ليها الفطير ديالها الغديوه ديالها ولبست ليها حويجاتها، هبطتها للترونسبور وطلعت ليهم، وبقيت فيهم حتى لديك 12 ونص ولا الوحده عاد ساليتهم. يعني راه شدوا لي الوقت. هي هذيك. المهم هنايا من بعد ما كل وحده غادي نحيدها من البول اللي صغير عليها وغادي نديرها في بو كبير. هادو حطيتهم في الشريجمات، لان ملي كنحطهم هاد النوع هذا ديال الغرس ملي كنحطهم في كنظن وقيلا سميتو العنكبوت والله ما عرفت سميتها. هاد النوع هذا اللي كان في البول الخضر، ملي كنحطهم حدا الباب ما كضربش فيهم الشمس كيموتوا. فهمتوا؟ يعني هادو وليت حطيتهم في الشراجم. وكاينين دوك النوع الاخر اللي عندي حدا الباب، هذوك يعني اصلا ديال الظل ما تيطرى لهم والو، غير هما تيبغيو المقابله. راه غادي نشاركهم معكم في تقريبا في الاخر الفيديو غادي يبانوا. المهم هنا كما قلت لكم هادو حتى هما راه تهليت فيهم حتى هما،
التراب اللي كان اللي كتشوفوني كنهز من الميكا راه حيدته من بو واحد آخر كان عندي خاوي. المهم أي غرسة يعني قاديتها في واحد البول اللي غادي يجي معاها، فهمتوني؟ المهم كيف قلت لكم واخا شد ليا الوقت بزاف، ولكن والله العظيم الا كتحسوا بواحد السعاده وانتم كتصاوبوا والله العظيم، وهو واحد النتيجه عاوتاني كتجيك زوينه، عاوتاني غادي تمشي واحد العام ولا شحال ما غاديش تعاودي تقيسيهم. المهم غالبا على حسب الوقت، كان عندي الوقت راه كنتهلا فيهم، ما كانش عندي الوقت راه كنسقيهم وصافي، ما كنبقاش كل مره حول هذه لهذه. وهذا ما كنتم عارفين مع دابا مع المهم كيفاش يقولوا مع الوقت، والوقت ما كاينش وجري عليا نجري عليك ديال الحياة، راه ما كيكونش عندك الوقت باش انك كل نهار تبقاي مقابله الغرس. راه يا ربي يا ربي تكافى غير مع النهار ديالك، ومع الجميع، ومع البنيته ومع البنيته الاخرى ما شاء الله الله يحفظهم ليا. وهذا ما كان، خصوصا مؤخرا كنت قلت لكم غبرت على القناه لانني كنت عيانه. راني مؤخرا ملي ولدت هدايه تقريبا في 7 شهور، ملي كانت عندها هي 7 شهور حسيت براسي وليت مريضه بزاف، وما كنتش عارفه. انا كان كيسحب لي زعما راه عندي غير فقر الدم. المهم هذا فيديو الناس اللي عندهم هذا المشكل يمشيو يديروا التحليله باش يعرفوا راسهم شنو عندهم. انا كان كيسحب لي واش عندي غير فقر الدم، ولكن في الاخر اكتشفت ان ماشي فقر الدم. ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. غنقول لكم بعدا شنو هما الحوايج اللي كانوا فيا. كنت كنتعصب بزاف. المهم انا في العاده زعما كنتعصب، ولكن في هاد الوقيته اللي حددت لكم وليت كنتعصب اكثر من القياس، فهمتوا؟ وليت مسخصه، ما بقيتش كنقدر ندير الشغل ديالي كالعاده، ما بقيتش المهم كاع دوك لي زيفور اللي كانوا فيا ما بقاوش، وليت انسانه فاشله، ما بقيتش كنقدر ندير حتى شي حاجه. المهم انا كان كيسحب لي واش غير فقر الدم، ولكن ملي مشيت عند الطبيبه خرجت لي بيلون جينيرال ومشيت درتو. كيتضح ان ماشي فقر الدم اللي فيا بوحديتو، فيا الكواطخ، الخمول في الكواطخ في الغده الدرقيه. الخمول في الغده الدرقيه هو اللي كان مسبب لي داك العياء ومسبب لي الاعصاب. وحاليا نيت دابا واخا كنشرب الدواء راني باقا كنتعصب. ومهم هادشي زعما علاش كنت غابرة على القناة، وأصلًا ما كانش عندي لا الخاطر ولا الصحة ولا زعما شي حاجة. وليت فاشلة بزاف، وليت دغيا كنعيا، وليت دغيا كنسخف. ما بقيتش كنقدر واخا كنشقى في داري، ماشي بحال داك الشقة اللي كنتو كتشوفوا بزاف في الأول ديال اليوتيوب. يعني ما بقيتش كنقدر لا نصور لا حتى شي حاجة، صافي يعني عييت وليت كنحس بالعيا واخا أنا ما كندير والو. المهم ملي مشيت عند الطبيبة كيف قلت لكم خرجت ليا التحاليل درتهم. خرج ليا بلا عندي نقص في الحديد، وعندي نقص في فيتامين دي، وعندي B12 حتى هو، وعندي الخمول في الغدة الدرقية اللي كيخليني انني ما كنقدر ندير كيف قلت لكم حتى شي حاجه، وكيخليني معصبه على والو، كنبقى غير نغوت. خصوصا على بنتي الكبيره، مازال بنتي الصغيره ما كنقدرش نغوت عليها لانها صغيره. بنتي الكبيره وليت يعني عصبيه معاها بزاف اكثر من القياس. المهم أنا عطيتكم دابا هي الحالة زعما اللي كتكون في الناس اللي كتكون فيهم الغدة الدرقية وهما ما عارفينش، غالبًا كيقولوا راه حنا فينا غير فقر الدم ولا غير نقص فيتامين د. لا، سيروا ديروا تحاليل وعرفوا شنو عندكم. دابا الحمد لله راني كنشرب الدوا ديالي، كنشرب ليفوتيروكس. الحمد لله، واخا المهم كترجعش لك صحتك كيف كانت زعما، مي الحمد لله. حتى مع الرضاعة، دابا الرضاعة الطبيعية الحمد لله، دابا بنتي عندها عام و3 شهور وباقا كنرضعها. راه حتى الرضاعة كيقولوا لي الناس حتى هي كتسخّف، وحتى الطبيبة قالتها ليا، قالت لي حتى هي كتسخّف، حتى هي كتعيي، حتى هي كتعصب. يعني قالت لي بزاف د الحوايج تجمعوا عليك في عام واحد، لأنك يلاه ولدتي. من موراها أنتِ كترضعي، من موراها أنتِ مرضتي، من موراها يعني نورمال أنك تكوني مريضة ومعصبة وسخفانة. والمهم هذا هو السبب علاش كنت غابرة على اليوتيوب، وكنتمنى ربي يحفظكم ويحفظنا جميعا يا ربي. والحمد لله اللي كاين الدواء، والحمد لله اللي المهم ملي الانسان ملي كيمرض كيعرف بزاف ديال الحوايج، كيعرف الناس اللي كيبغيوه وتيعرف الناس اللي ما تيبغيوش. ومن بين الناس اللي كيبغيوني وما كان يعني ما كنتش عارفه، من بينهم راجلي الله يحفظه ليا يا ربي، اللي التحاليل كانوا جاوني في واحد الوقيته اللي صعيبه، اللي مورا العيد الكبير. والحمد لله دارهم ليا واخا كانوا غاليين، واشاك فوا كيتسالى ليا لي فوتيروكس. نتوما عارفين انه مقطوع يعني بزاف، باش كتلقاوه كيجيبوا ليا وكيقلب عليه حتى كيلقاه،
وكيجيب ليا فيتامينات يعني باش نوقف على رجلي. وهادو من الحوايج اللي ما كنتش عارفة، يعني الله يحفظه ليا ربي والله يحفظها ليكم، ما عزت عليكم وليداتكم يا ربي، ويبعد عليكم شر الخلق. وهكذا قلت لكم شنو السبب الغياب ديالي على القناة، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.